في مرة حد سألني انت بتعمل ايه عشان تجدد طاقتك، فاللي اكتشفته ان الطاقة الايجابية موجودة حوالين الواحد طول الوقت. طول الوقت انت حواليك طاقة ايجابية، بس انت اصلا جواك مشكلة ان مخزون الطاقة السلبية اللي جواك هو اللي مخليك ما بتعرفش تستقبل اي حاجة ايجابية حواليك. يعني مثلا لو جينا نضرب مثل بحد بيشتغل شغلانة بسيطة، بيزرع ارض، الناس اللي هي بتشيل طوب وزلط طول النهار دي، لما بتروح البيت بتتفرج على مسرحية مثلا قديمة بتضحك عليها بنفس الدرجة اللي بتضحك عليها كأنها بتشوفها أول مرة. كل يوم نفس النكتة ممكن تضحكهم، أي كلمة حلوة ممكن ترضيهم. وده ببساطة عشان الناس دي بتتحرك وبتبذل مجهود، فبتخرج أي حاجة سلبية جواها. قلت قبل كده لما الجسم بيرتاح عقلك بيشتغل. فالكلام بقى اللي يتقال في الآخر إيه؟ إن كل حاجة إيجابية أصلا موجودة، بس ربنا فطر الإنسان إنه يتحرك. فطول ما أنت ما بتتحركش دماغك هيشتغل، فمفيش أي حاجة ممكن تبقى حلوة تخش سيستم دماغك وهي شغالة.